ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده الفطير المقلي المقرمش. اوعدك مش هتبطلي تعمليه، وكتري الكميه عشان هتعجبك جدا جدا جدا. مكوناته بسيطه قوي 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 قوي. هنجيب كوبايتين دقيق، ذره ملح، ذره سكر، وهنجيب كوبايه الا ربع ميه. ننزل بالميه بالتدريج ونلم الدقيق، نفضل نقلب فيه بالراحه. الميه ننزل بيها، ما ننزلش مره واحده نكب الميه عشان ممكن تاخد منك نص كوباية، او ممكن تاخد كوباية كاملة على حسب نوعية الدقيق اللي انت بتستخدميها. نفضل نعجن فيها لحد ما تتلم كلها من الطبق وتطرى معاكي جدا. كده انا خلصت عجني فيها. بص العجينة طرية جدا جدا، حلوة قوي معاكي، تعرفي تشكليها اي شكل انت عايزاه، جميلة جدا. هنجيب المفرش السيليكون او على الرخامة، مش مشكلة. هنحط حبة دقيق. معانا نشابة صغيرة، ما عندكيش نشابة يد مكنسة مش مشكلة، ونفردها بايدينا وبعد كده بالنشابة. حبة الدقيق اللي احنا حطيناهم دول هيساعدونا على فرد العجينة، تبقى معايا سلسة في الفرد بتاعها. نفرد حلو بالنشابة. بعد ما نفرد العجينة حلو كده بالنشابة، هنجيب سكر ونحط في نص العجينة كده، هي مفرودة يعني في نصها، وندوس عليه جامد كده، وناخد النص التاني ونقفله عليها، وندوس عليهم بالنشابة عشان السكر ما يقعش من بره احنا وبنقلي. ونسويها كويس من على الجناب عشان ميبقاش شكلها مش حلو، ونقفلها من على الجناب علشان السكر ما يقعش مننا في الزيت. بص هنا، بعد ما قفلتها كويس هدوس عليها بالنشابة علشان السكر يمسك في العجينة، ما يقعش في الزيت عشان الزيت ما يتحرقش مننا ويبقى شكله مش لطيف خالص. بعد ما فردناها حلو قوي، هنجيب السكينة ونقطع اي شكل انت عايزاه، مربع، مثلث، اي حاجة مش مشكلة، ونقطعها حلو ونسيبها. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت، مش هنحط كمية كبيرة قوي زيت.
هنمسك الفطيرة وندوس عليها على الجناب، نقفلها ونحطها في زيت درجة حرارته متوسطة، مش عايزينها عالية قوي. احنا وبنقلي مش هنخلي درجة الحرارة العالية بتاعت النار، لا هنخليها متوسطة عشان الفطير يطلع مقرمش ولونه ذهبي معانا وجميل. ومش هنقلب الفطيرة غير لما تاخد لون من تحت، يعني انتوا شايفين المنظر كده ابتدى لونها يغير، تمسك نفسها. احنا كده هنقلبها. كده لونها جميل قوي، حلو وذهبي. هنطلعهم ونحط بقية الفطير في الزيت. دي اول ما طلعت من النار سخنة جدا، تستني شوية عليها تبرد، هتلاقيها مقرمشة معاكي وجميلة جدا. عايز تاكليها هي وسخنة طعمها جميل في كل الحالتين، هي وسخنة وهي وباردة ومقرمشة. بصي كده مورقة وطبقة طبقة، طعمها جميل جدا، هتعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليها اصلا من حلاوتها وجمالها. واسرع حاجة تعمليها منقذة جدا، لو عندك ضيوف جولك على فجأة تعملي لهم شوية الفطير المقلي دول هيعجبهم جدا. وبألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل، يا رب تكونوا استفدتوا من وصفات النهاردة.